خطير، دائما مع الشيوات السهلة والسريعة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم الحلوى كتجي أكثر من رائعة، كتجي بالنكهة ديال البرتقال. العشاق ديال البرتقال ما تفوتوش هذا الفيديو. حلوى سهلة ماهلة واقتصادية ومتناول للجميع، كتجي بنينة بزاف بزاف بالنكهة ديال البرتقال. وإلا مازال ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وتفعلوا الجرس، ديروا لي لايك باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. ومرحبا بكم، ألف مرحبا الناس داخل المغرب أو خارج المغرب. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير ديال هاد الحلوى. عواشركم مبروكة وبقاو معايا. عندنا في المقادير 4 ديال البيضات، زلافة ديال الزيت، زلافة ديال السكر، كاس ديال الكوك، كاس والربع ديال عصير برتقال، عندي 2 خمارات وبرتقاله وحده او مندارينه. غناخد غير القشور ديالها. غنسمن ان شاء الله الحلوى ديالنا بالقشور ديال البرتقال، كتجي بنينه بالنكهه ديال البرتقال. دابا درت في القصريه، درت البيض والسكر. غنخلط هاد المكونات مزيان حتى يذوب ليا السكر. ما تنساونيش بالاشتراك للقناه، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. دابا غنزيدو الزيت. عندي هنايا زلافه ولكن انا عبرت بالكيسان، البنات اللي كيبغيو يعبروا بالكيسان. درت هنايا 2 كيسان ديال الزيت، هي زلافه. الا بغيتو تنقصوا المقادير ممكن، حيت هاد الكميه كتخرج واحد التبصيل عامر ما شاء الله. كان في الحكاكه رقيقه، داك المندارين. هاد القشور كيعطينا واحد البنه زوينه للحلوى ديالنا. دابا غنزيد العصير ديال البرتقال والكاس ديال الكوك. الا عندكم الكوك الخشن طحنوه في الطحانه، انا عندي هاد الكوك رقيق. هاد الحلوى كتجي بنينه وكدغيا كتوجد. دابا غنديرو الدقيق، الزلافه الاولى، غنزيدو الزلافه الثانيه، دابا غنزيدو الخماره او باكين باودر. كيف ما قلت لكم درت 2 ساشيات، الوزن 16 غرام في الجوج، كل وحده كتوزن 8 غرام، في المجموع 16 غرام. دابا غنبقاو نزيدو الدقيق شويه بشويه وانا كنخلط حتى نحصل على العجين لين ورطب، وغنوقف ان شاء الله الدقيق وغنبداو نشكلوا الحلوى ديالنا.
دابا صافي غنجمعو العجين ديالنا، كيتلصق شويه في اليدين ولكن ما كاين مشكل. دابا صافي جمعت العجين ديالي كيكون بحال هذا الشكل رطب. دابا جبت الورق ديال الطبخ باش نسرحو فيه هذاك العجين، ندير واحد لتحت واحد الفوق باش يسهل علينا العمليه ديال الخدمه. دائما كنرشو بالدقيق باش ما يتلصقش ليا في هذا الورق. هاد الحلوه ما كتجيش رقيقه بزاف، كتجي شويه غليظه. وانا قطعت في هاد المرشم، نتوما اللي بغيتو المرشم اللي بغيتو اللي متوفر عندكم. دابا غنشكلها كامله حتى نساليها ان شاء الله، من بعد غندوزو للتزيين. غنزينوها قبل ما ندخلوها للفران. اذا عجبكم الفيديو بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب، وما تنساوش تجيم للفيديو للتشجيع. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه وعلى الدعم ديالكم. الله يوفقكم ان شاء الله يا ربي. دابا وجدت شويه د الكوك والكونفيتير ديال المشماش. غنجيب واحد الشيته او البانسو، كنبقى ندهن الحلوه ديالنا بحال هذا الشكل. كندهنوها وكنحطوها في الكوك وكنحطوها في الطاوه ديال الفران. كتجي مقرمشه وكتجي بنينه بالنكهه ديال البرتقال، غير جربوها. غنستمر بحال هكا حتى نسالي الكميه اللي عندي، وغندخلهم ان شاء الله للفران. دابا صافي تساليت الكميه اللي عندي، غندخلهم ان شاء الله للفران باش يطيبوا. دابا صافي خرجتهم، الشكل ديالهم كيجي بحال هكا، ما كيتحمروش مزيان. هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم عجبكم، وشكرا على المتابعه. بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، ما تنساوش لي لايك. الله يجزيكم بخير.